السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم صينية كنافة محشية بالزبيب وجوز الهند، طعمها تحفة حلوة جدا، روعة، ولونها زي ما انتم شايفين ذهبي وجميل قوي كده. هنعملها ان شاء الله مع بعض في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل يا رب رمضان شهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. وما تنسونيش بقى بدعواتكم. ويلا بينا نقول بسم الله ونخش على الطريقة. اول حاجه معانا نص كيلو من الكنافه المفرزه. مفرزة يعني طبعا جبتها وحطيتها في الفريزر قبليها بيوم، ولو مستعجلين قوي نحطها في الفريزر ساعتين ثلاثة، هتطلع ماسكة شوية نفسها فنعرف نفتفتها بكل سهولة. وطبعا قبل ما نحط عليها السكر او السمنة تكون لو كانت متفرزة بقى يعني جامدة قوي، تكون درجة الحرارة بتاعتها بقت بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش لسه متجمدة قوي، تكون فكت بقى خلاص وبدأت درجة حرارتها تبقى عادية. احنا بس عايزينها تكون متفرزة علشان خاطر لما نيجي نفتفتها تكون سهلة في التفتيت. هنحط عليها 3 معالق من السكر الناعم دوت السر اللي بيخلي لونها ذهبي وحلو قوي. وهنحط عليها كمان كوباية سمنة إلا 3 معالق، هنشيل منها 3 معالق، ال3 معالق دول هنحطهم في الصينية اللي انتوا شايفينها اللي انا بفردها فيها دلوقتي دي. طبعا فركت الكنافة كويس جدا بالسمنة، لما اتأكدت ان كل قطعة يعني كل حباية من الكنافة كده مخلوطة كويس جدا بالسمنة. وهندهن الصينية كويس جدا برضو بالسمنة زي ما قلت لكم عشان تديها لون حلو من تحت. وهنوزع الكنافة كده كويس جدا في الصينية عشان تبقى كلها مستوى واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. وهنجيب كيس بلاستيك كده ونضغط على الكنافه علشان تبقى مضغوطه وتطلع معانا كريسبي، ما تبقاش هشه كده ومفرغه. تمام، انا بحبها مضغوطه، يعني اللي هي الكنافه بتاعت الحلواني او اللي هي بتبقى مضغوطه وسمكها ما بيبقاش عالي. هحشيها بقى بجوز الهند والزبيب. طبعا الحشو طبعا اللي انتوا عايزينه، بس حشوة جوز الهند والزبيب دي بجد بيبقى طعمها روعة مع الكنافة. وطبعا نخلي بالنا ما نخليش الزبيب يخرج من الاطراف علشان خاطر ما يتحرقش في الفرن ويبقى الشكل مش حلو. وهنرجع بقى تاني نوزع كنافة على الوش بتاع بعد ما حطينا الزبيب وجوز الهند هنحط على الوش كنافة، وهنوزعها برضو كويس جدا، ونتأكد انها كلها مستوى واحد عشان ما يبقاش جنب واطي وجنب عالي فيتحرق في الفرن. لازم نتأكد من الحتة دي كويس جدا، نوزع الكنافة كويس قوي. بعد ما حطينا الكنافة كلها برضو هضغط عليها بالكيس البلاستيك وهندخلها في الفرن. يكون الفرن شغال قبل ما ادخلها. كل الحلويات عامة والمخبوزات بتبقى عايزة فرن يكون شغال من قبل ما ادخلها فيه. وهفردها وهخلي درجة الحرارة 180. 180 دي درجة مناسبة جدا علشان خاطر ما تتحرقش من تحت وتاخد لون بسرعة ويطلع شكلها وحش. انا حطيتها على الرف من تحت خالص. اول ما خدت لون، وطبعا عرفت انها خدت لون من الاطراف، هطلعها واقلبها زي ما انتم شايفين كده، وهحط تاني سمنة في الصينية، معلقة كده او نص معلقة، وهنزل بالناحية التانية بقى اللي هي كانت على الوش، وهدخلها الفرن تاني. واول ما يبقى لونها دهبي بقى وحلو كده هطلعها وهسقيها بالشربات. طبعا شربات الكنافة لازم يكون شربات تقيل، ولازم طبعا يكون شربات بارد، يعني يتعمل ويتساب ويبرد على جنب. انا عملته من كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصرة نص ليمونة، واستنيت لما تقل كده شوية وسبته. طبعا بدأت في الشربات قبل ما اعمل الكنافة خالص وسبته لما برد خالص. وادي شكل الكنافة زي ما انتم شايفين، شكلها حلو قوي وطعمها يجنن. متنسوش تجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب، وبالهنا والشفا.